السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة بإذن الله وإن شاء الله هنعمل البقسماط. هنعمله بنوعين، مدور وصوابع. تحطيه جنب كوباية شاي، جنب كوباية نسكافيه. أنا أول حاجة بجيب الخميرة البيضة، بحط لها معلقتين سكر وربع كوباية مية، أو مية تدوب فيها السكر، ومعلقتين دقيق. وده بيبقى عبارة عن تيست بختبر فيه الخميرة، وبعد ما اخلص ده بيخلي الخميرة بتبقى تختمر معاكي بسرعة. معلقتين دقيق وبقلبهم كلهم مع بعضيهم وبركنهم على جنب. وبعد كده بجيب الدقيق. انا جايبه نص كيلو، اربع كوبايات دقيق. حطينا عليهم معلقتين سكر وذرة ملح او معلقة صغيرة ملح، ومعلقة شمر على ينسون. الشمر واليانسون بجيبه وبنقيه وبضربه في الخلاط جامد، في الخلاط في المطحنة عشان يبقى ناعم. اولا بيدي طعم جامد لليانسون، يبقى طعمه حلو، بيعمل له تيست كده غير اللي بنجيبه من السوق. ونص كوباية دقيق ومعلقة بيكنج باودر. وبدع كل الحاجات دي كلها مع بعضها، بخلي الدقيق يتشرب من الزيت زي البس، يعني بنبسهم في بعضهم كلهم، يبقى بالمنظر ده كده زي المرمل كده، كأن رملة عليها مية. وبعد كده هنجيب الخميرة اللي احنا حملناها في الأول، طبعا كانت اختمرت وكانت جهزت، لأن أنا ببدأها هي أول حاجة. الخميرة عندي بتبقى بنفس المنظر ده كده، هو ده التست بتاعي. بصوا منظر الخميرة عاملة ازاي مع الدقيق، تخليها فعلا بتبقى، بصوا عاملة ازاي، ده دليل ان الخميرة بتبقى كويسة. وبدعكم كلهم مع بعضهم، بخلي الدقيق يتشرب من الخميرة، بيتشرب كويس. وبعد كده بحط كوباية مية. المية بتبقى حسب الدقيق، يعني انا عندي دقيق ما خدش مني غير كوباية واحدة. في دقيق بيشرب مية كتير، وفي دقيق ما بياخدش مية كتير. انا خد معايا مية وخلاص. اللي وصل يا بنات معايا لغاية هنا يصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وارفعوا لي الفيديو باللايك والمشاركة فضلا وليس أمرا. وبعد كده حطيت دعكته كله كويس، دعكت كل العجينة بقى كويس، مسكتها ودعكتها كويس. أنا طبعا مش دعكة مش ماسكة كويس، على أساس إن أنا ماسكة بصور بإيد وبدعك بالإيد التانية. كده لغاية ما العجينة بتنعم وبتتشرب معاكي زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هنسيبها تختمر، وتحطي على وشها زيت عشان العجينه ما تقشرش، ما تيجي تقطعيها ما تبقاش مقشره معاكي، عامله قشره من فوق كده. حطيت لها، هي كده خلصت، وحطيت لها زيت وبركنها شويه. دي بعد ما اختمرت، بصوا عامله ازاي. بعد ما اختمرت بقطعها صوابع، وعلى البلانشه كده بلفها زي ما انتوا شايفين كده. بتلفيها بتخليها رفيعه مش تخينه، تبداي تفردي فيها من بره لجوه. وده منظرها بعد انا ما عملتها. وفي قلب البقسماط، في قلب السمسم، نحطها فيه سمسم، حبة البركة اللي موجود عندك. يعني عندك سمسم ماشي، حبة بركة، ممكن تحطي كمون برضو، يبقى طعمها جامد بالكمون. وهي بعد كده دعكتها كلها وحطيتها في الصاج. هدخلها تختمر شوية، بكون مسخنة الفرن قبليها وبس، وهدخلها حوالي 10 دقايق كده أو نص ساعة تختمر. عاملة جزء بالسمسم وجزء بحبة البركة، وعملت جزء تاني مدور ورس كده، بصوا زي كحك. بصوا شكله عامل ازاي. كل ده من 4 كوبايات دقيق والله يا بنات. بصوا عمل كميه معايا حلوه، ده غير اللي اتاكل بعد ما خرج من الفرن. بصوا سبتها اختمرت تاني، سبتها كمان مره اختمرت، ودي بعد ما خرجتها من الفرن. ايه رايكم؟ نفس، بصوا هو ده كده بعد ما خرج من الفرن. سبته شويه عشان يعني ينشف شويه ويبقى ايه مقرمش. اللي وصل يا بنات معايا لغايه هنا يصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، واكتبوا لي في التعليق ايه رايكم. اهم شيء يا بنات المشاركه ورفع الفيديو. رفعوا لي الفيديو يا بنات، لان عشان يوصل لاكبر حد من الناس. وده بعد ما عملته قولوا ايه رايكم. بالف انا وشفا.